اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على 10 كتب قادرين ان هم يغيروا حياتك للاحسن. الكتب دي هتتعلم منها عادات حلوه، وهتتعلم منها ازاي تبطل عادات كانت بتأثر عليك بالسلب، وهتتعلم منها برضو خطط تسويقيه وكيفيه اداره المشروعات الكبيره. فالكتب دي هي كوليكشن كده ليك ازاي ان انت تبقى ناجح في حياتك يعني بوجه عام. اول كتاب في الكتب دي هو كتاب 7 Habits of Highly Effective People، والكتاب ده من تأليف ستيفن كوفي. وفكرة الكتاب ده بتدور حول ان انت تغير حياتك وتحقق اهدافك، وازاي برضو تنمي شخصيتك وعاداتك. والكتاب ده بيتكلم عن 7 عادات قادرين ان هم غيروا حياتك للافضل. والكتاب ده فعلا قادر ان هو يغير فيك حاجات كتير، وكنت هتتمنى لو انت قريت الكتاب ده من زمان. الكتاب ده حقق مبيعات كبيرة جدا، وصلت ل 15 مليون نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية بس، والعدد ده تضاعف في العالم كله، وبيحتل الكتاب ده دلوقتي قائمة الكتب الأكثر مبيعا وقراية. الكتاب الثاني هو Surrounded by Idiots، والكتاب ده من تأليف توماس إريكسون، والكاتب ده سويدي. فكرة الكتاب ده إنه بيقدم طريقة إن إحنا إزاي نفهم الأشخاص اللي حوالينا، والأشخاص اللي حوالينا دول إحنا دايما بنوصفهم بالأغبياء، والسبب في كده إن كل شخص حوالينا عنده صفاته وسلوكه الخاصين بيه. المهم الراجل ده في كتابه قسم الشخصيات لأربع ألوان: اللون الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، وكل لون من دول بيعبر عن شخصية معينة. الكتاب ده حقق نجاح ومبيعات كبيرة جدا، وده اللي خلى توماس إريكسون يألف كتاب تاني على نفس النهج ده، وهو الكتاب رقم 3 معانا النهارده Surrounded by Psychopaths. وتكملة لكتاب Surrounded by Idiots ألف توماس إريكسون الكتاب ده بنفس الطريقة، وبرضه قسم الشخصيات لأربع ألوان. بس في الكتاب ده هو بيتكلم عن المرضى النفسيين اللي حوالينا وخطورتهم علينا. الكتابين دول مرتبطين ببعض جدا، فانت لو حبيت تقرا واحد منهم فانا انصحك ان انت تقرا الاثنين مع بعض. الكتاب الرابع هو The First 20 Hours، والكتاب ده من تأليف جوش جوفمان. هو مؤلف امريكي مشهور بالكتب المتخصصة في ريادة الاعمال، وفكرة الكتاب ده انك تتعلم اي حاجة بسرعة، بالاخص في 20 ساعة. طب اشمعنى الكاتب حدد 20 ساعة لتعلم اي حاجة؟ لان 20 ساعة هي عدد ساعات كافية لتعلم اي مهارة من الصفر للاحتراف، والمدة دي اكتشفها الكاتب بعد ما عمل ابحاث وتجارب كتير. وطبعا المهارة دي ممكن تكون جسدية او رياضية زي مثلا كرة القدم او التنس، وممكن تكون مهارة تقنية زي مثلا لما بتتعلم برمجة او تتعلم تسويق الكتروني او تصميم. الكتاب الخامس معانا هو برين هاكس، والكتاب ده من تأليف مارك كيوبيت، ويا رب طبعا اكون بنطق الاسم ده صح. المهم الكتاب ده يعتبر دليل ارشادي سريع للتخلص من ادمان الاباحية، والمؤلف ده اصلا خبير في علاج ادمان الاباحية وتغيير العادات، ومعتمد من موقع نو فاب، الموقع المشهور في علاج ادمان الاباحيه. الكتاب السادس معانا النهارده هو بلو اوشن استراتيجي. الكتاب ده من تأليف دبليو تشان ورينيه موبورني، ومش عارف الاسماء يعني هيبقى ليها قصه معانا في الفيديو ده. المهم الاثنين دول الفوا نظريه المحيط الازرق، وهي اساسها انك ما تديش اهتمام للمنافس بتاعك. فكره الكتاب ان هو بيوريك ازاي تحقق ربح بطرق غير تقليديه، وعايز اقول لك ان الكتاب ده من احسن واقوى كتب التسويق وكتب الاستراتيجيه الصحيحه للمشروع. الكتاب السابع واللي ناس كتير قوي عارفينه هو ريتش داد بور داد. الكتاب ده من تأليف روبرت كيوساكي وشارون ليتشر. فكره الكتاب ده انه بيشرح اهميه الاستقلال المالي وبناء ثروه عن طريق امتلاك العديد من الاستثمارات والاصول، وبيعلمك طبعا ان انت ازاي تستثمر بيها، وبيعلمك برضو ان انت ازاي تبدا مشاريع تجاريه، بالاضافه برضو ان هو بيعلمك ازاي تحسن الذكاء المالي اللي هيحسن بعد كده الاداء المالي والتجاري. الكتاب ده بيحكي احداث حقيقيه حصلت في طفوله روبرت كيوساكي. الكتاب رقم 8 معانا النهارده هو The Magic of Thinking Big. الكتاب ده من تأليف ديفيد شوارتز، والكتاب ده هيديك الادوات اللازمه عشان تغير حياتك للاحسن، وعايز اقول لك ان الكتاب ده مشهور قوي والكل بينصح بيه. الكتاب التاسع معانا النهارده هو Psychology of Money، والكتاب ده من تأليف مورجان هاوس. وفكره الكتاب انه بيوصل لك فكره التعامل مع المال انها ملهاش علاقه تماما بمستوى الذكاء، بل ليها علاقه بسلوكك وتصرفاتك، والامور دي بتكون حاجات صعبه قوي على الاذكياء. الكتاب العاشر والاخير هو كتاب 021، والكتاب ده من تأليف بيتر سيل وبليك ماسترز او بلايك ماسترز. الكتاب ده من الكتب الرائده في مجال رياده الاعمال والاستثمار، يعني هيساعدك لو انت لسه رائد اعمال صغير كده، هيساعدك وهيعلمك ازاي تكبر في سلم النجاح في مجالك. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، واستنى ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.